لو الأحياء عاملة لك عقدة وحاسس إن أنت متلخبط بين أسئلتها الكتير وشرحها ومتلخبط بين المدرسين، فالفيديو ده إن شاء الله ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ للي ما يعرفنيش أنا سارة، دفعة 2023 وداخلة تالتة طب بشري. طبعا عارفة إن الأحياء عاملة لكم عقدة كبيرة جدا، وفي ناس كتير قوي متلخبطة في طريقة مذاكرتها وتحل منين وكم الحاجات اللي تحلها وازاي تتدرب عليها كويس. فعشان كده إن شاء الله في الفيديو ده هقولك ازاي تذاكر الأحياء، تسمع مين في الأحياء، وكمان تحل منين. فتابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما تبدا الفيديو متنساش تضغط لايك، سبسكرايب، تفعل نوتيفيكيشن، وتعمل شير كتير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلك ويستفادوا زيك. ويلا بينا نبدا الفيديو. بليز كيب watching. طبعا اول ما بتفتح كتاب الاحياء وتقول يلا نبتدي مذاكره، فاول حاجه بتقابلها هي ازاي اصلا هذاكر احياء. وافضل طريقه لمذاكره الاحياء هي ان انت تتخيل الاحياء، تتخيل الماده وتتخيل رسوماتها وتتخيل كل حاجه فيها، تحط نفسك جوه الحاجه علشان تقدر ان انت تفهمها بسهوله وبشكل مبسط. يعني على سبيل المثال في اول فصل في الاحياء وهو الدعامه في الانسان، علشان تذاكر الفصل ده كويس محتاج ان انت تتخيل كل حاجه، تجيب سكيلتون كده او هيكل عظمي وتبدا تتخيل كل عظمه فيه شكلها عامل ازاي، والدعامه كلها عامله ازاي، وكام عظمه موجوده في القفص الصدري، وكام فقره عنقيه مثلا. كل حاجه محتاج ان انت تبقى متخيلها قدامك علشان تقدر ان انت في الامتحان تفتكرها. وانا هحط لك كل الابلكيشنز اللي ممكن تستخدمها في ان انت تذاكر الماده 3 دي من كل حاجه بقى، سواء الدعامه في الانسان او حتى التكاثر والهرمونات وكل حاجه. يعني هحط لك كل الابلكيشنز اللي ممكن تساعدك فيها. تاني حاجة محتاج ان انت تكتب تلخيصك بايدك في مادة الاحياء. يعني مثلا انت خدت الدعامة في الانسان الفصل بتاعها، تبدأ انت حاول ترسم مع نفسك وتكتب الملاحظات اللي الدكتور قالها او المدرس قالها في الشرح، وتعمل هايلايت مثلا على الحاجات المهمة، وان انت تبدأ مثلا تحط ستيك نوتس وتكتب الحاجات اللي الدكتور قالك ركز عليها. او مثلا في تجميعات زي كم عدد عظام القفص الصدري، كم عدد الفقرات العنقية، كل الحاجات دي يعني حاجات بتبقى محفوظه كده انت تكتبها في الستيكي نوتس دي علشان ان انت تقدر تراجعها بسهوله، ولو جاتلك في الامتحان ما تقعدش تعدهم واحده واحده. تالت نصيحة ليك في الأحياء وهي إن أنت تراجع باستمرار. يعني حاول إن أنت خدت فصل ما تسيبوش وتدخل على اللي بعده وتنسى اللي قبله، لا حاول إن أنت مثلا وأنت بتذاكر الهرمونات تراجع الدعامة في الإنسان كذا مرة. مثلا ذاكرت الدعامة في النبات وأنت حاليا في الدعامة في الإنسان، فلا ذاكر الدعامة في النبات وراجع عليها وانت في الدعامه في الانسان. حاول ان انت دايما تعمل ابديتس كده لدماغك في الاحياء وريفريش كده ليها، حتى لو انت هتحاول تفتكر المعلومات بنفسك من غير ما انت ترجع مثلا للفصل وتقراه من الكتاب. يعني حاول مثلا وانت خلاص دخلت في الهرمونات، فانا بنشط ذهني كده ان انا براجع بسرعه على اللي كان قبل كده. الدعامه في الانسان مثلا كان في كام عظمه، في كام عظمه مثلا في الحزام الحوضي، كان في كام عظمه في القفص الصدري. يعني كل حاجه حاول ان انت تكون ملم بيها وحاول تفتكرها مع نفسك، لان ده هيخليك تفتكر اسرع. رابع حاجه واهم حاجه في الاحياء هي ان انت تحفظ الاحياء. بلاش ان انت تفهم المحاضره مثلا وتسيبها بعد كده او تقول هي مش محتاجه حفظ. الاحياء كلها حفظ اصلا، انت محتاج كل سطر تحفظه، لان الاسئله بتيجي بين السطور. وده اللي هيجيبنا كمان لمشكله الاحياء في امتحانها. امتحان الاحياء بيجي بين السطور، بيجي تلاعب بالالفاظ، وده اللي محتاج تدريب كتير جدا 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 على الاسئله، تحل كتب كتير جدا. وانا جبت لكم الحل علشان عارفه ان انتم مش هتحلوا كل الكتب الكتير دي، فجبت لكم حل في كورس بسيط جدا ومميز جدا عامله دكتور ياسين العدل. الكورس بيضم كل افكار الكتب الخارجيه وكل اسئله الكتب الخارجيه بكل تريكاتها وكل افكارها. وحقيقي الدكتور مهتم جدا ان هو يعمله بطريقه مميزه اتميز بيها هو بكل تريكاته بكل حاجه ممكن تجيلك. كمان بيشرح لك السؤال بيجي ازاي، والسؤال لو قابلك الفكره دي ازاي تحلها كويس جدا، وازاي تفكر في السؤال صح، مش مجرد ان انت مثلا او ان هو بيحل معاك سؤال فهيجيلك زيه في الامتحان وخلاص. لا، هو بيقولك ازاي تفكر في السؤال صح لو جالك بطريقه تانية. ومش بس كده، بالاضافه كمان لعصير الكتب، فالدكتور عامل شرح قوي جدا لمنهج الاحياء بالكامل مع الكورس، وعامل كمان كل درس على كذا محاضرة. يعني مثلا محاضرة يشرح لك فيها كويس الدرس، بعد كده هيقول لك التريكات القوية اللي ممكن تجيلك في كل جزء في الدرس، بعد كده هيعمل لك الأفكار العليا، بعد كده حل عصير الكتب، بعد كده حل كتاب مميز جدا للدكتور، بعد كده هيعمل لك امتحانات ومسابقات كتير جدا الدكتور بيعملها، وبيعمل كمان عليها خصومات في الكورس. وانا تواصلت مع الدكتور وعامل خصم اضافي لاي حد هيجي من القناة بتاعتي، هيكون الكورس ب 600 بدل 1200. وده مش بس عصير الكتب، ده عصير الكتب والشرح كمان خلال السنة. ولو عايز بس تشترك في عصير الكتب فهيكون ب 500 جنيه بس،
في خصم كمان لكل 3 صحاب، هيكون في خصم 100 جنيه. هحط لكم كل طرق التواصل، هتكون موجوده في الديسكريبشن بوكس او هتلاقيها على جروب التليجرام. روح اشترك فيه بسرعه علشان عليه كل الحاجات اللي ممكن تفيدك خلال السنه. وبكده انا حلت لك طريقه المذاكره بتاعه الاحياء، وكمان حلت لك ازاي تحل كتب كتير جدا، وده اللي الاحياء محتاجاه، ان انت تحل فيها كتير قوي وتتدرب على افكار كتير وتتدرب على الفاظ كتير، وده بجد اللي هيفيدك خلال السنه في ماده الاحياء. ولو جينا برضو لافضل المدرسين، فانا هقول مثلا دكتور احمد الجوهري ودكتور محمد ايمن، ولكن كتير منكم بيختلف معايا وبيقول مثلا دكتور احمد الجوهري ناقصه شويه حاجات، ودكتور محمد ايمن برضو ناقص شويه حاجات في الشرح. فانا عشان كده خليتكم تبعدوا خالص عن المقارنتين دول، وحطينا برضو دكتور ياسين العدل ان هو مجمع بين عصير الكتب وبين الشرح، فحقيقي مش هتلاقي افضل من كده. نيجي بقى لخامس نصيحه في ماده الاحياء، ودي من اهم النصايح اللي ممكن تسمعها. ما تجيش على فصل على حساب فصل، لان انتوا مثلا عندكم جزء ان انتوا بتهتموا باي حاجه فيها كلمه نبات، الدعامه في النبات، الحركه في النبات، التكاثر في النبات، المناعه في النبات، كل حاجه بتلغوها كده لان هي بتبقى صفحتين في الاول وخلاص. جماعه النبات هو اكتر جزء ممكن يجيلك عليه الامتحان، لان هو بينقي او بيختار الحاجات اللي انت مش بتذاكرها كويس او مش بتهتم بيها او ما بتحبش تفهمها، فهي دي اللي بيركز عليها. فحاول ان انت تكون ذكي وتبقى ملم بكل حاجه ممكن تجيلك. سادس حاجه، ودي من الحاجات المهمه جدا تعملها في بدايه السنه، وهي المحاضرات التاسيسيه في الاحياء، لان كتير منكم مش عنده خلفيه كويسه عن الاحياء في اولى وثانيه، فبيبدا ان هو يتصدم بيها في ثالثه. فعلشان كده المحاضرات التاسيسيه او التاسيس في الاحياء بيكون مهم جدا ان انت تسمعه. وبكده اكون جمعت لك كل النصايح اللي ممكن تفيدك في الاحياء. وبجد يا جماعه دي يعني خبره سنه انا اللي كنت فيها، وسنه اختي ارتاش بعدي كانت فيها، ودلوقتي رحمه. فبجد انا بحاول ان انا اجمع لكم كل النصايح اللي تفيدكم وتحاول انها تسهل عليكم الدنيا اكتر. فعلشان كده اطلب منك ان انت تهتم بكل حاجه قلتها وتحاول كده تكتبها قدامك وتفكر فيها وتعملها. بس كده ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان زمايلك يستفادوا. Thank you for watching.